السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض السمك المشوي في البيت، وكمان مش هنشويه بطريقة تدخن البيت وتعمل ريحة دخان وريحة سمك تقلب البيت كله. لا، هنشويه بطريقة حلوة جدا، مش هتشمي اي ريحة خالص للشوي بتاعه. اول حاجة انا جبت كده السمك البلطي الحلو ده، كنت منضفاه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بيلمع من نظافة. كنت محضره كده الخلطه اللي انا هحشيه بيها، اكنك جايباها من بره زي ما بنجيب كده السمك المشوي بيكون محشي خضار. اول حاجه عندي خضره مشكله اللي هي بقدونس، شبت، كزبره وقطعها صغير جدا، وعندي كمان قرن فلفل، وعندي جزرايه مبشوره بتبقى حلوه جدا في السمك، بتدي كده تسكيره حلوه قوي. وعندي كمان بصلايه وفصين توم كده متقطعين صغير جدا او مفرومين يعني. وعندي كمان طماطمايه. وعندي كمان تتبيله السمك العاديه جدا اللي احنا عارفينها، اللي هي بتبقى عباره عن توم مفروم. ممكن تفرموا فيه مثلا فلفلايه، ملح، كمون، كزبره، شطه، اي حاجه انتوا عايزين تحطوها فيها. واول حاجه هعملها ان انا بكون طبعا زي ما انتوا شايفين غاسله السمك كويس جدا من جوه، منضفه قلبه. وهحط جواه التتبيله العاديه اللي هي التوم اللي قلت لكم عليها. طبعا التتبيله دي مهمه جدا، ما ينفعش احط الخضار على السمك كده، لازم السمك نفسه اللحم بتاعه يكون متبل. لان طبعا لما هنشيل الخضار هتلاقي طعم السمك كده عادي. لا، لازم يكون في تتبيله الحلوه دي اللي هي اساسيه طبعا، فيها الكمون والليمون والثوم. بعد ما هتبل السمك كله كويس هسيبه شويه، يعني انا مش هحط التتبيله وبعدين على طول الخضار، لا هسيبه بالتتبيله التوم دي شويه، يعني مثلا نص ساعه ساعه، بحيث ان السمك يكون اتشرب شويه من التتبيله وبعدين احط فيها الخضار. انا بس مقطعه كده الخضار معاكم عشان تبقوا عارفين الحاجه اللي انا مجهزاها، عشان كل حاجه تبقى قدامكم. وخلي بالكم مش لازم يكون الخضار ده كله تحطيه، ممكن تحطي طماطم وبصل بس، ممكن تحطي جزر وطماطم بس، يعني الخضار ده كله ميكس مع بعضه مع الخضره مع الفلفل بيدي طعم تحفه جدا. وزي ما انتم شايفين تبلت السمك كمان من بره كويس، وحطيت كده غلفته بالثوم بقى بالليمون بالكمون، بحيث ان السمكيه كلها من فوق لتحتها تبقى شاربه من طعم التتبيله. سبت بقى السمك كده في التتبيله دي لحد ما عملت الرز وحطيته على النار كده يتشرب مع نفسه، وكمان عملت السلطه في الوقت ده انا سبته شويه. وبعدين حطيت بقى كل الخضار ده على بعضه بحيث ان هو يتمكس كده مع بعض وياخد من طعم بعض. زي ما انتم شايفين سبت قرن الفلفل ده على جنب، لان كان قرن فلفل حامي، فانا هحطه للسمكه بتاعتي انا بس، تمام كده، مش هحطه للخلطه كلها، عشان بس انا بس اللي بحب الشطه وبحب الحامي وكده. الخضره بقى دي عايزه اقول لكم يعني كلها فايده، هي مش هتخش النار بقى وتضيع فايدتها، لا احنا هنحطه في الفرن هنشويه، فايدته زي ما هي، فطبعا مفيد جدا للاطفال مع السمك وكده. وانتوا شايفين كده انا حطيت يعني رشه زيت ما يكملش نص معلقه، بحيث ان الخضار بس كده ياخد تشويحه الزيت البسيطه دي اللي انا هحشي بيه السمكه من جوه. طبعا انت لما تجيب السمك من بره مش هتجيب بقى فيه كل الخضره دي، هو بيحط لك بس بصل وطماطم وشويه خضره كده وخلاص. فكده في البيت احلى وانضف واوفر كمان. هتبل بقى الخضار بتاعي ده، لان طبعا انا متبله السمك بس الخضار نفسه ما حطيتوش اي حاجه خالص عشان ما انزلش ميه منه. تبلته على طول قبل ما احشيه في السمك، حطيت عليه ملح وكمون وكزبره ناشفه. وادي معلقه الزيت اللي احنا هنسوي بيها السمك الحلو ده، هنحط بس معلقه زيت كده في الصينيه بتاعتنا. اهم حاجه تكون الصينيه ما بتلزقش، يعني تيفال بقى سيراميك اي حاجه عندك، بس ما تحطيش في حاجه تكون بتلزق عشان السمك ما يلزقش فيها. وهنحط لها رشه الزيت دي وندهنها كده، وهنحشي السمك بقى بالخضره بتاعتنا. بتحط الكميه على حسب بقى اللي انت حباه. انا بحب صراحه احط كميه كبيره كده جوه السمكه، لان الخضار بيبقى جوه السمك ده والله العظيم طعمه تحفه تحفه، يعني بحس ان هو شارب كده من طعم السمك مع طعم الشوي حلو قوي. يتاكل بالعيش يتاكل بالرز بيبقى خطير والله. وعلى فكره السمك بالطريقه دي بينفع جدا في العزومات، بدل مثلا لو انت عامله عزومه سمك بدل ما تقلي سمك، او انت مثلا تملي الشقه كلها ريحتها سمك، لا اعمليه بالطريقه دي، مش هتخلي فيه اي ريحه خالص ليه. بعد ما حشيت بقى الخضار كله جوه السمك، هجيب الفرشه بقى وهدهن وش السمك دهن زيت بسيطه قوي زي ما انتم شايفين كده بالفرشه، دهنه بسيطه خالص. وادخله بقى الفرن تحت الشوايه. اوعي تشغلي الفرن من تحت لانه كده هيستوي تسويه عاديه، لا تحت الشوايه. الاول كان نكون معلين الشوايه، بعد كده نهديها شويه بحيث ان السمك يستوي من جوه. لقيتيه خلاص استوى خد وش شكله حلو، اللون بتاعك اللي انت عايزاه بقى تقلبيه على الناحيه التانية وتدهني برضو دهنه زيت بسيطه، وتشغلي برضو الشوايه ياخد الوش اللي انت عايزاه، هيكون طبعا استوى من جوه. هتطلعيه بقى وتقدميه زي ما انت شايفينه بالشكل التحفه ده. على فكره هو مش محروق، هو واخد بس لسعه الشوي، انا بحب اللسعه دي، بحبها جدا بصراحه. وقدمت جنبه كده زي ما انتم شايفين رز صياديه، سلطه، فلفل مقلي. بقى اكله السمك الجامده دي كان لازم نشرب كده عصير. عملت عصير برتقان كده بالجزر زي ما انتم شايفين، انا بخزن البرتقان وبخزن الجزر على فكره ما بيحصلوش اي حاجه خالص، بس اهم حاجه خزنيه صح. احطه كده على بعضه واحط الميه اللي انا عايزاها، طبعا مش بزود ميه، يعني قد مثلا هعمل كوبايتين عصير احط كوبايتين ميه بالظبط، تمام كده.
وبحط كمان عليه السكر وبضربه وبصفيه ويبقى حلو جدا والله العظيم بسبب الجزر وان البرتقال طبعا فيتامين سي عالي. بس خلي بالكم ان العصير دوت لازم يتشرب في وقتها عشان فيتامين سي اللي فيه بس ما يروحش. لازم اول ما يتضرب كده تشرب في وقتها، يعني انت تعملي على قد الكوبايات اللي انت هتشربيها. بصوا بقى لون العصير والله تحفه، اكنك اصلا بتشربي في محل، يعني زي ما انتوا بتشوفوا في المحلات نفس اللون ده. ده بقى من الجزر هو اللي بيدي اللون الحلو ده. كمان فايدته فيتامين اي عالي جدا. لو اولادك مش بيحب ياكلوا الجزر او مش بيحب ياكلوا الخضار دوت حطيه كده في العصير مش هيبان طعمه، وبيدي طعم حلو جدا وياخدوا منه الفايده. فدخلي كده الحاجات اللي هم مش بيحبوها في خبايا الاكل كده وفي العصير مش هيحسوا بيها، بس في نفس الوقت هياخدوا الفايده بتاعتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واتبسطتوا معايا واستفدتوا باي حاجه. استنوني الفيديو الجاي، مع السلامه يا حلوين في حفظ الله.